أهلا بيكم في وصفة جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض التشوريز الأسباني. هوريكم ازاي تعملوها بالشكل المنتظم ده وتكون مقرمشة. هنقدمها مرة بالسكر والقرفة ومرة بصوص الشوكولاتة. يلا بينا نبتدي. في حلة على النار هنحط مية وزبدة وسكر ورشة ملح، وأول ما تغلي نوطي النار ونحط الدقيق والفانيليا ونقلب على طول لغاية ما تبقى عجينة، وبعدين نطفي النار ونفردها عشان تبرد بسرعة، يعني تقريبا من 5 ل10 دقايق. وأول ما تبرد هنزود بيضة ونقلبها تاني لغاية ما تبقى عجينة ناعمة. هتلاقوا المكونات والمقادير تحت في الديسكريبشن. ودلوقتي يلا بينا نشكل العجينة. هنستخدم القمع ويكون على شكل نجمة، ويفضل يكون مقاسها 1M. وعلى ورق زبدة نبتدي نفرد العجين بالطول اللي تحبوه، وبعد ما نخلص الكمية كلها نسخن الزيت على نار متوسطة ونبتدي نقلي الشورز بتاعنا لغاية ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده، وبعدين نطلعها على ورق مطبخ ونكون مجهزين خليط من السكر والقرفة ونلفلف الشورز فيها وهي لسه سخنة. ودي كانت أول طريقة تقديم. نيجي بقى للطريقة التانية. في حلة على النار هنحط كريمة، وأول ما تبتدي تغلي هنحط أي نوع شوكولاتة تفضلوه ونقلب لغاية ما يبقى صوص تقيل، ولو ما تقلش كفاية ممكن تزودوه شوية نشا. وكده بقى عندنا أحلى شوكولات صوص ممكن يتعمل بيه ديبينج للتشورز. وكده خلصت وصفتنا النهاردة. التشورز الأسباني الأصلي معمول في البيت، مقرمش وطعمه حلو قوي. ياريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتس، وبالهنا والشفا.